الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يا ربنا لك الحمد كله، ولك الشكر كله، بيدك الخير وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى والحبيب المجتبى، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. كان أمير المؤمنين عمر في بعض شوارع المدينة، وكان الصبية يلعبون في شوارعها، وثمة صبي قد اعتكف بعيدا عن رفاقه. قال له أمير المؤمنين: يا غلام، لم لا تلعب مع أقرانك؟ قال: أوللعب خلقنا يا عمر؟ أوللعب خلقنا يا عمر؟ قال عمر: يا غلام، إنك لا تزال صغير. قال: يا أمير المؤمنين، إني رأيت أمي تشعل التنورة فتجعل الحطب الصغير وقودا للحطب الكبير، وإني لأخشى أن أكون وقودا للنار يوم القيامة. وإذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجساد. أوصيكم معاشر المسلمين بتقوى الله عز وجل، وذكره في السر والعلن، والسير إليه سير عبد مشتاق لسيده. واعلموا أن علو الهمة من الإيمان، وأن دنوها من النفاق. وأذكركم يوما يجعل الولدان شيبة، العملة فيه حسنات وسيئات. السعيد فيه من قال: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. والشقي فيه من قال: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يقول جل وعلا في محكم التنزيل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أيها الناس، نحن على مقربة بسيطة، أيام قلائل ويهل علينا رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأظلنا بلياليه، وأكرمنا فيه بالصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. أما المؤمن الحق فهو ذلك الذي شمر عن سواعد الهمة وانطلق ينافس كبار القوم من العباد والزهاد وطلاب الآخرة،
ويرجو رحمة ربه، أمن هو قانت آناء الليل راكعا وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نحن على مقربة من أيام التنافس والعبادة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واسمحوا لي أن أبدأ من آل عمران مع مريم البتول سيدة نساء العالمين، أم عيسى البريئة الطاهرة، التي قال القرآن فيها: يا مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين. قال ابن كثير في الدر: قامت مريم حتى سال القيح من قدميها. وعزى هذه الأقوال لأكثر من 10 من كبار السلف والتابعين والصحابة. مريم أم عيسى قامت من الليل حتى سال القيح من قدميها. اقنتي، والقنوت طول القيام بين يدي الملك، وسجودي طول السجود بين يدي الملك، واركعي مع الراكعين. لبت مريم نداء ربها فعلت همتها، وصار الرزق يأتيها في محرابها وهي بين يدي الله عز وجل. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. سلمت لله القيادة، فسلم الله عز وجل لها الكون وغير لها طباع الصيف والشتاء. وعلى هذا سار الأنبياء على نبينا وعليهم السلام، وسار السلف، وسار العباد والزهاد. علت همتهم في بلوغ المراد وهي الجنة، وعلت همتهم في بلوغ الجنة فطلبوا منها الفردوس الأعلى. وقف المصطفى يوما بين أصحابه يقول: سلوني. قام رجل يقال له عكاشة بن محصن، قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. علو الهمة. ما قال له: أسألك إمارة تمضي مع الأيام، ولا قال: مالا يضيع مع الأيام والسنين، ولا قال: جاها ولا عزا. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. همة دونها نجوم السماء. قال: أو غيرها؟ قال: هي يا رسول الله، لا أسألك غيرها، مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. أجل معاشر المسلمين، نحن على مقربة من أيام رمضان، وفيه يشمر السائرون إلى الله سبحانه وتعالى منافسة في الطاعة والعبادة والزلفى والتقرب، فيحصدون الرضا والعتق من النار. ويظل غيري من الكسالة، ويظل مثلي من الكسالة على موائدهم وعلى كسلهم وعلى بعدهم، يتمنون على الله الأماني. روي أن يهوديا ومسلما ونصرانيا اجتمعوا فقال الأول: نحن أهل الجنة لأن نبينا أقدم الأنبياء وأننا شعب الله المختار. وقال الآخر: بل نحن لأن نبينا ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. وقال الأخير: بل نحن لأن نبينا خاتم الأنبياء وحبيب الله. ويتنزل جبريل الأمين عليه السلام: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به.
ليس بأمانيكم. ليست القضية أماني، إنما هي همة. تريد الجنة برفقة محمد صلى الله عليه وسلم، أعني على نفسك بكثرة المال؟ لا. الجاه؟ لا. العز؟ لا. أعني على نفسك بكثرة السجود. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أيها المسلمون، قام حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الخلق همة وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وأحبهم إلى الواحد الأحد جل وعلا، قام من الليل حتى تفطرت قدماه. وكان بلال وقيل عائشة يقول: يا رسول الله، لم تتعب نفسك وتجهدها وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول المصطفى: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كانت العبادة للمغفرة وطلب الجنة فقد حصلت بنص القرآن، وأما الآن فهي عبادة الشكر للواحد الأحد. قال كليم الله موسى: أي رب، كيف أشكرك؟ والشكر نعمة منك علي تستوجب الشكر عليها. يا لله، أي فقه هذا! أي رب، كيف أشكرك والشكر نعمة منك تستوجب الشكر عليها؟ قال: يا موسى، الآن قد شكرتني. قام حتى تفطرت قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أيها المسلمون، يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تصغرن همتكم، فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. إذا أردت الجنة ورفقة المصطفى فيها، وإذا تاقت روحك إلى رؤية الحسن والحسين في الفردوس الأعلى، فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذا أردت أن ترى ذي النورين عثمان وزوجيه في أعلى مراتب الجنة، فدونك محاريب القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا اشتاق قلبك للجلوس بين يدي أمير المؤمنين أبي حفص عمر، فاطرق باب الليل، فإنك ستلج من خلاله إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. لكن إياك أن تنام الليل وتلهو في النهار ثم تقول: اللهم أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. قال تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء أن تقول: اللهم إني أسألك ولدا صالحا وذرية طيبة وأنت أعزب. اعتداء في الدعاء. كيف تريد أن تجلس بين يدي الحسنين في الجنة وأنت من نوام الليل وممن يلتهون في النهار؟ قال تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. رمضان يعني ميدان السباق إلى الله سبحانه وتعالى. ختام شعبان يعني رفع العمل إلى الله عز وجل، أن ترفع أعمالك إلى الله سبحانه وتعالى، فيرى فيها التسبيح والذكر والدموع والجماعة والصدقة والقرب والجهاد والدعوة والقرآن، ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حكم الزمان علينا أن نرى في أولمبياد الرياضة المتسابقون يقفون على مكان واحد، ولكل منهم مضمار، فإذا أطلق حكم المسابقة صافرة البداية انطلقوا جميعا، لكن واحدا فقط سيحصد الجائزة الأولى، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وستتوافد الناس على المركز الأول. هناك الثاني والثالث والرابع. يقول أمير المؤمنين علي: علو الهمة من الإيمان. أيها المسلمون، لما حضرت الوفاة سيدنا معاذ بن جبل، معاذ عن حبيب رسول الله أحدثكم، قال له المصطفى يوما: يا معاذ والله إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ حضرته الوفاة فازداد بكاؤه، فلما ليم في ذلك قال: ويحكم أو تظنون أني أبكي الدنيا؟ ثم رفع يديه إلى الله وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا ولا طول المكث فيها لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكني كنت أحب البقاء فيها لمكابدة الليل الطويل وظمأ الهواجر في الحر الشديد ومزاحمة العلماء على الركب في حلق الذكر ومجالس العلم. 3 قضايا كانت تشغل بال معاذ عند موته. يحب البقاء في الدنيا ل3 أمور: الأولى طول قيام الليل، الثانية طول صيام النهار في الحر، الثالثة مزاحمة العلماء على الركب في مجالس العلم وحلق الذكر. همة عالية دونها قمم الجبال. إن الرجال إذا ما ألجئوا إلى التعاون فيها جل أو حزب لا تعدم الهمة الكبرى جوائزها. سيان من غلب الأيام أو غلب، وكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. أجل إنه ميدان المنافسة، ونحن قاب قوسين أو أدنى من أيامه. علو الهمة من الإيمان، هكذا يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عز وجل عنه وأرضاه. ولما حضرت الوفاة سيد التابعين سعيد ابن المسيب رضي الله عز وجل عنه وأرضاه ورحم الله روحه، بكى ابنه بكاء شديدا، قال: يا ولدي لا تبكي، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 سنة. أجل لم يخطئ خطيبكم في نقل رواية سعيد: يا ولدي لا تبكي، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 سنة. همة دونها قوافي الشعراء وسطور الأدباء ونثر الناثرين ونظم الناظمين. 40 سنة. حدثني الآن عن نفسك لأحدثك عن نفسي الكسولة الخمولة التي تطلب الدنيا بكل ما فيها وتنافس الناس بكل شيء فيها، فإذا حضرت ميادين الآخرة رضيت النفس أن تكون في مؤخرة القوم، بدليل أن مؤذن الجمعة ينادي عند 12:15 وبعض الدقائق. أما أنت وأنا فنأتي المسجد بعد الأذان والنداء، وأما أهل القرب إلى الله فكانوا يأتون قبل الأذان. فلما سئل عن ذلك: لم تأتي قبل الأذان؟ قال: أليس من العيب ألا يأتي العبد حتى يناديه سيده؟ عيب. كيف تأتي حتى يناديك سيدك؟ تأتي إلى البيت، بيت الملك، قبل أن يناديك السيد. هذا من الأدب. أجل معاشر المسلمين، علو الهمة من الإيمان. بعضنا إن لم يكن كلنا
إلى هذه اللحظة لم يأخذ ورقة بيضاء ويكتب برنامج رمضان. ماذا تريد في رمضان؟ كرمضان الماضي؟ صيام، نوم، تراويح، نقر، مسابقة الإمام، مسلسلات، مباريات، أفلام، انترنت. هل هذا هو ذات البرنامج الذي ستعيش عليه في رمضان هذا؟ يا حسرة قلبك ويا ضياع عمرك، عندما تسابق الناس إلى الله عز وجل فسبقوك ووصلوا وحصدوا أعلى مراتب الجنة، تأخرت أنت وشغلتك الدنيا عن الآخرة. والقرآن يقول عن الأبرار: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أعرف صديقا حميما كان يعمل في بعض مستشفيات الدولة ممرضا، فلما داوم في المستشفيات ورأى عمل الممرضين ورأى عمل الأطباء ودخل الأطباء ومكان الأطباء في المجتمع، قال: آليت على نفسي أن أكون طبيبا. قال: فأعدت الثانوية العامة وحصلت علامات الطب البشري ودخلت إلى كلية الطب وتخرجت، وهو الآن من أكبر جراحي البلد. أصله ممرض، كانت همته قد قعدت، لكنه لما رأى ميدان التنافس أعجبه أن يدخل ميدان التنافس فحصد منه المراتب الأولى. لا تقل كيف أصل إلى مكان عمر أو طلحة أو معاذ أو ابن قيم الجوزية، لا تقل كيف، إنما ابدأ العمل، ولعل الله عز وجل أن يكرمك بهمة عالية توصلك إلى مقامهم. كان بعض المربين يقول لولده: ماذا تحب أن يكون مستقبلك؟ من هو قدوتك في الدنيا؟ قال الغلام الصغير: مستقبلي أريد أن أكون شيخا كبيرا عالما داعيا مثلك. قال: فلطم الشيخ المربي ولده وقال: ويحك، إني جعلت أبا بكر الصديق قدوتي حتى وصلت إلى هذا المقام، فإذا جعلتني أنا قدوتك وصلت إلى مقام دوني. همة عالية، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. ماذا يعجزك أن تختم القرآن 10 مرات في رمضان في كل 3 أيام مرة؟ ماذا يعجزك أن تتم التراويح مع الإمام تماما ولا تنصرف إلا وقد حصدت مغفرة الله عز وجل؟ ماذا يضرك لو أنك أخرت منبه جوالك ساعة في رمضان القادم هذا؟ يعني بدل أن تستيقظ الساعة 3 دعها تكون 2، واكتب لنفسك ركعات في الليل تتهجد فيها. ماذا يضيرك أن تبحث عن أيتام تكفلهم في رمضان؟ ماذا يضرك أن تتسابق مع المتصدقين؟ تقول أنا ما عندي، بل عندك جزء من دخلك اجعله في الله سبحانه وتعالى. تستطيع همة أن تكون همتك عالية تبلغ من خلالها منازل الأولياء والصالحين والصديقين. واسمحوا لي أيها الشباب أن أختمه بهذه القصة التي تقشعر لها الأبدان وتخشع لها القلوب، ووالله لولا أنها جاءتنا في صحاح الكتب والتاريخ والمسانيد لاستحيت من ذكرها على منبر الحبيب المصطفى المعصوم الذي لا معصوم بعده. قيل أنه في أيام صلاح الدين رضي الله عنه وشيخه نور الدين رحمهم الله عز وجل، كان في دمشق قائد عظيم جليل يقال له أبو قدامة، وكان من سنن الجهاد خطبة الجهاد، حيث يقوم الأمير خطيبا في أهل البلد يستحثهم على الجهاد في سبيل الله والنفقة وخلف الغازي في أهله وغير ذلك. فقام أبو قدامة يخطب الناس في دمشق، واجتمعت إليه الناس، فمن متصدق بماله ومن من جاد بنفسه وروحه.
قال فلما جنني الليل وقفت على باب خيمة امرأة تقول يا أبا قدامة. قلت من؟ قالت امرأة تطلب لقاءك. قال أبو قدامة وإذا بالمرأة قد جزت ضفائرها وقدمتها للأمير وقالت يا أبا قدامة والله إني امرأة أربي أيتام وليس لي مال وقد استشهد زوجي ولا أملك في الدنيا ما أقدمه في سبيل الله غير ضفيرتي فاجعلهما على أعناق الخيل لعل الله أن ينظر إلى الخيل الغازية في سبيل الله فيرى ضفائري عليها فيغفر الله لي. ضع نفسك في ميزان هذه المرأة. وإذا كانت النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. قالت أنا ما عندي ما أنفق إلا ضفيرتي اجعلها على أعناق الخيل الغازية في سبيل الله. قال أبو قدامة فعجبت من أهل دمشق ومن جهادهم وحبهم لله سبحانه وتعالى. قال فلما كان صباح الغزو وإذا بحدث طفل بين سنابك الخيل معه سهمه معه كنانته وليس معه سهام. قال فتقدمت إليه وقلت يا غلام ارجع إلى أمك وأهلك فأنت لا تزال صغير. قال فنظر لي الغلام شذرا وقال أيها الأمير أما سمعت قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا. قال فغلبني. قال فقلت أختبرك. قال ليس معي سهام إلا كنانتي. قال فأعطيته سهما فرمى وإذا به من أمهر الرماة. سهما آخر فرمى وإذا به من أمهر الرماة. علو الهمة. شبابنا اليوم شباب العلكة وشباب البسكوت وشباب الانترنت وشباب اللهو والمقاهي والأراجيل. أما شباب جيل صلاح الدين فعن هؤلاء أحدثكم. قال أبو قدامة فأعطيته سهاما من كنانتي فلما كان المساء وجدت سهما قد وقع في صدغه ومات شهيدا في سبيل الله عز وجل. قال أبو قدامة فحفرت له وألحدته في قبره ولكنه كان أوصاني إن أنا مت يا أبا قدامة فخذ متاعي هذا إلى أمي في مكان كذا. قال أبو قدامة فأخذت متاع الغلام وأتيت بيوت الشام. أتيت إلى بيت امرأة ليعطيها متاع ابنها. قال فلما رأتني صبية صغيرة قالت يا أماه هذا أبو قدامة الأمير أبشري فإن أخي قد استشهد. أي أسرة هذه؟ أي أسرة هذه؟ كيف نريد أن نسود الدنيا ونحن في لهونا ولغونا؟ قالت يا أماه أبشري فهذا أبو قدامة معه متاع أخي وقد استشهد. قال فسجدت المرأة لله شكرا. فلما أتيتها وإذا بها ذات المرأة التي قدمت ضفائرها في سبيل الله عز وجل. أجل معاشر المسلمين. قال أبو قدامة فقالت المرأة يا أبا قدامة أسألك الله هل قبلت الأرض جثة ولدي؟ قال قلت والله لا أخبرك حتى تخبريني سر هذا الغلام. قالت يا أبا قدامة إن كان ولدي ليقوم الليل ويستيقظ قبل الفجر يقول اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك اللهم لا تحشرني من بطون الأرض إلا من حواصل الطير ومن بطون السباع. أي همة هذه؟ أي همة هذه؟ نحن نعجز أن نرسل أولادنا إلى معاهد القرآن في المساجد. يقول إيش بدك بالقرآن؟ روح تعلم سباحة يا ابني، تعلم، روح بيسبول، روح تعلم كاراتيه. نحن نعجز أن نربي مثل هذا الجيل. قال أبو قدامة
يا أمة الله أبشري فوالله لقد دفنته في الليل وأتيت الصباح قبره وإذا بالأرض قد لفظت جثة الغلام. اللهم احشرني من بطون السباع ومن حواصل الطير حتى إذا قمت بين يديك قلت عبدي بماذا أتيتني؟ قلت لك في الجهاد في سبيلك أي رب. إنه رمضان وإنها أيام المنافسة وإنها أيام السباق والميدان لا زال مفتوح، فقد رأينا في سباق الجري متأخرا يكون في آخر الصفوف، فإذا دنا الأجل سبق الناس وحصد الجوائز الأولى. أجل، وقد حدثتكم عن صحابة أسلموا في آخر حياة رسول الله في آخر 3 سنوات، منهم عمران بن الحصين صاحب رسول الله 3 سنوات، وأمير المؤمنين في الحديث أبو هريرة صاحب رسول الله 3 سنوات، فحصد أن يكون أكثر أصحاب محمد حديثا عن رسول الله. لا زال في العمر بقية. غير برنامج رمضان، اكسر الروتين الذي كنت عليه، ابدأ من جديد، واعلم بأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عظيم ما في النية في قلبك فيعطيك ربي سبحانه وتعالى إن صدقته. أسأل الله أن أكون وإياكم من هؤلاء. اللهم ارزقنا التنافس في سبيلك حتى نسبق ونكون من أقرب الناس إليك مولانا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اجتباه على فترة من الرسل فقربه إليه وأدناه منه، وجعل الله عز وجل الجنة محرمة حتى يدخلها محمد وأمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اعلموا معاشر المسلمين أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برضوانك واشملنا بعفوك وإحسانك أجمعين. قال الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز إن لي نفسا تواقة ما تاقت إلى شيء إلا حصلت عليه. قال وكنت أتوق الإمارة المدينة وقد أمرت عليها، ثم تاقت نفسي أن أتزوج فاطمة بنت الخليفة فتزوجتها، ثم تاقت نفسي أن أكون الخليفة، وهذا مستحيل لأن الخلافة في بني أمية كانت بالتوارث. قال فنلت الخلافة وإن نفسي الآن تتوق إلى الجنة وإني أسأل الله أن أنالها. هي الهمة أيها الإخوة، لكنها ليست مع التمني، فشتان بين التمني والرجاء. أما التمني فهو طلب المناصب مع القعود عنها، وأما الرجاء فهو طلب المناصب مع السعي إليها. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يحفنا ربي بلياليه وأيامه، وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته. واعلموا معاشر المسلمين أن ضيوفنا لا زالوا يجمعون لجامع إبراهيم الخليل، فمدوا إليهم يد العون وأجزلوا لهم العطاء، واعلموا أن ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واعلموا أننا على باب الملك الذي شرع يوم الجمعة وغيرها أبوابه للسائلين، ويستحي جل وعلا أن يرد من سأله صفرا يدين خائب الظنون. اللهم يا أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
إنا نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى العلم من كتابك وأسمائك الحسنى واسمك العظيم الأعظم الذي خبأته فيها بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد القيوم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تكتبنا في هذه الساعة من المقبولين، أن تكتبنا في هذه الساعة من المرحومين، أن تكتبنا في هذه الساعة من الذين أدنيتهم إليك وأقربتهم إليك ونظرت إلى قلوبهم فمحوت رانها وكتبت لهم يا إلهنا فيها القرب يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستعينك فأعنا ونستغفرك فاغفر لنا ونتوب إليك فتب علينا ونسألك من فضلك العظيم. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا صريخ المكروبين يا غياث المستغيثين يا جار المستجيرين، نسألك بأنك أنت الله أن تكشف عن الشام وأهلها الهم والغم والكرب وأن تجعل لنا منه فرجا قريبا فرجا قريبا فرجا قريبا، فإن الظنون قد خابت إلا بجلالك وإن الرجا قد انقطع إلا من جنابك. اللهم وإن النصير قد عز إلا من جلالك. اللهم اكتب لنا فرجا قريبا تفرح له القلوب وتذرف له العيون وتحقن به الدماء وتحقن به الأعراض ويخف به الغلاء والبلاء يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. ها نحن ذا على بابك، ها نحن ذا بمحرابك، ها نحن ذا بأيام شعبان، خرجنا من بيوتنا طاهرين مطهرين ودخلنا بيتك وقد حسنت ظنوننا بجلالك يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا من تستحي إذا مدت إليك الأيدي أن تردها صفرا خائبة. املأ قلوبنا من خشيتك وأرواحنا من محبتك وأجسادنا من الذل بين يديك وجباهنا من التذلل إليك واملأ عيوننا من البكاء إليك. أذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك وحلاوة الأنس بجنابك. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم لا يهل علينا رمضان إلا وقد فرجت همنا ونفست كربنا وقضيت حاجاتنا ورددت إلينا أمننا وحفظت علينا ديننا. أجل يا رب نسألك ونحن نعلم أنك كريم، نسألك ونحن نعلم أنك رحيم، نسألك ونحن نعلم أنك لطيف. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله أن تخص والدينا برحماتك وخصوصا هذه الجنازة التي حضرت فينا. اللهم أنزل عليه في هذه الساعة رضوانك واشمله بعفوك وإحسانك. اللهم اغفر لهذه الجنازة التي حضرت فينا، نحن أحياء بين يديك وهو ميت فقير إليك. نسألك يا إلهنا وسيدنا ومولانا أن تشملنا وإياه برحماتك الواسعة أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم إني أقسمت عليك بأحب أسمائك الحسنى إليك غير متآل عليك ألا يخرج واحد من هؤلاء المؤمنين في بيتك العامر إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. رد على كل غائبة واشف لكل مريضة واحم لكل عرضة ويسر لكل كسبة وطيب لكل دخله ويسر لكل يا إلهنا قضاء دينه وأعط كلا من الذرية ما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نسألك أن تصلي على محمد وآله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم والله يعلم ما تصنعون.